4 نقاط ونادي الزمالك 3 نقاط. شوط اول كان خالد دسم ابرز لحظاته كانت طبعا ركله الجزاء الضائعه من احمد علي في الدقيقه 17 من عمر هذا الشوط، وابو جبل كان هو نجم الشوط الاول من نادي الزمالك بتصديه طبعا لفرصتين ولا اخطر في بدايه الشوط الاول من هذه المباراه. هذه امامنا تشكيله نادي الزمالك اللي نزلت في الشوط الاول بتضم ابو جبل وعمر جابر وحمد عبد الشافي وصلاح سليمان وحمد الطلبه، معاهم كوفي وديويدار ومصطفى فتحي ومؤمن زكريا في وسط الملعب، وبيلعب ميدو باثنين مهاجمين خالد قمر واحمد علي. حتى الان الفعاليه الهجوميه لنادي الزمالك غائبه. هذه طبعا تبديل اول لنادي التب مازيمبي، خروج اللاعب رينفورد كالابا رقم 18 ونزول اللاعب رقم 19 اجيني لاعب الغاني، ده لاعب اساسي. اجي ني بينزل الان في اول تبديل في المباراه. جمال حمودي يستعد لاطلاق صافره بدايه الشوط الثاني. اجي ني لاعب عمره 26 سنه من مواليد كوماسي في غانا، ينزل على حساب الزامبي رينفورد كالابا، تتأثر طبعا بشهر الصوم. هذه لمسة جميلة وفرصة لكرة عرضية من الجهة اليمنى، وبالفعل كرة عرضية خطيرة لنادي الزمالك، تهيئ الكرة وتصويبة عالية من مؤمن زكريا. يا مؤمن يا مؤمن، صوب كرة بدون عنوان مؤمن زكريا، هيئت له الكرة. يعني نادي الزمالك شارك للمرة الأولى في هذه البطولة عام 84 بعد 20 سنة من طبعا بداية هذه البطولة. هذه كديابة يعني أخطاؤه كثيرة، ولكن المهاجمين يبدو أنهم يعني بيريحوا كديابة تماما. مهاجمي نادي الزمالك 2 رؤوس حربة ولكن غير مؤثرة. هذه كديابة لو في متابعة من أي من المهاجمين خالد قمر أو أحمد علي كان من الممكن يعني استغلال مثل هذه الأخطاء. ركنية ملعوبة بدون عنوان على القائم البعيد ورأسية سهلة. هنا كديابة متمركز في المكان المناسب وفرصة خطيرة لمصلحة مازيمبي اللي الآن بيضغط وبيهاجم وتصويبة قوية جدا ولكن إلى خارج المرمى. سولومون اسانتي خلاص يعني تخلى الآن عن حذره مازيمبي، ورأى أن نادي الزمالك لا يريد النقاط الثلاث من هذه المباراة، وبالتالي بدأ يهاجم نادي الزمالك. وأبو جبل يظهر في الكادر من جديد وينقذ كرة خطيرة جدا. هذا ابو جبل واسانتي على تنفيذ ركنيه لنادي التب مازيمبي. عمر جابر يعني جابته فيها مشاكل، عمر جابر مر منه اللاعب، لعب كره عرضيه لكن برافو ابو جبل على القائم الاول متمركز تماما. عبد الشافي يبعد الكره الى خارج الملعب الى رمي التماس. رمي التماس يعني ندم مستمر بالتاكيد على اضاعه ركله الجزاء في الشوط الاول. اسانتي امامنا من ابرز لاعبي مازيمبي، اسانتي وعلي سماتا. كره من جديد لمصلحه تراوري. ادامه على الخط راحت، وفي المتابعه ابعاد وركله حره لمصلحه نادي الزمالك. مصطفى فتحي عبد الشافي برافو، ابعد عبد الشافي قائد نادي الزمالك. ادي مر يعني بكل سهوله ويسر من هذه الجهه اللاعب ادامه تراوري بمساعدة كل اللاعبين اللي أمامه في هذه الجبهة. مر ولعب كرة عرضية. سابقا هذا الحارس المميز من جديد في الجهة اليسرى، فرصة لنادي الزمالك ولكن تعود من جديد خطير عرضية جول. مش ممكن. هذه الركنية ملعوبة على القائم الأول راسية. يا ولد يا أبو جبل، يا ولد يا أبو جبل. شوف مين يعني الورق البديله الاخيره نادي الزمالك. ركنيه ملعوبه راسيه جول. دخلت الكره المرمى، الكره دخلت جوه الجول. مش ممكن. كديابه انقذها من يعني تجاوزت خط المرمى. هذه هنا تقنيه منير بيطام. ادي الكره من تجاوزت خط المرمى تماما، تجاوزت خط المرمى، جابها كديابه من داخل المرمى. جالي تقنيه خط المرمى. هذه من جديد يعني المخرج بيركز معانا. تجاوزت خط المرمى بكل تأكيد.
تجاوزت خط المرمى. هنا يعني لو تصوير قريب. محاولة من جديد، اللحظات الأخيرة، كوفي، تصويبة من كوفي، فرصة لجابر، سقوط ومطالبة بركلة جزاء. ادي استلام خاطئ من عمر جابر، لو استلم وكان يعني استلامه موجه للمرمى كان احمد علي تماما كديابة. ادي عمر جابر، لا ما فيهاش يعني ركلة جزاء. عمر يعني هو اللي تحقيق هدف النقاط الثلاث. حماده طلبه بيلعب كرة عرضية خطيرة، يخطئ كديابة ولكن ابعدها كديابة الى مؤمن زكريا، يلعب كرة ركنية، جول. مش ممكن. احمد علي لا تريد الكرة ان تذكر الشباك. فرصة ولا اخطر لنادي الزمالك. مؤمن زكريا وخطأ في دفاع نادي تيبي مازيمبي، لم ينظر للمرمى احمد علي، هو لعب الكرة براسيه. شوف هيكتسب لقب مهندس الصفقات الان في نادي الزمالك كابتن احمد سليمان. هذه استلام من عمر جابر وتصويبه اي كلام يا عمر. كان امامه فرصة انه يروح 1 على 1. عمر جابر دي الثالثة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع. كل فرص الزمالك تضيع. توشك الان على النهاية من زمن الوقت البديل في زمن الشوط الثاني. فرصة الان لتيبي مازيمبي، تهيئ الكرة لأدامة تراوري بيسدد، وابو جبل الى ركنية صعبة جدا مثل هذه الكرات وركنية. احمد حسام ميدو في المواجهتين القادمتين امام فيتا كلاب في الشهر القادم طبعا، وامام الهلال السوداني. المواجهة القادمة امام فيتا كلاب. صافرة النهاية اعزائي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، تأتي الان من الحكم الدولي المونديالي جمال حمودي، تعادل سلبي بدون اهداف ليرفع تيبي مازيمبي رصيده من النقاط الى 7 نقاط ويعود للصدارة مؤقتا ويتساوى مع فيتا كلاب في الصدارة ب7 نقاط، والزمالك يرفع رصيده الى 4 نقاط. ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراة اعزائي مشاهدي متابعي قنوات بين سبورتس، والكلمة تعود بعد الفاصل للزميل العزيز احمد فؤاد.